اهلا بيكم في اول فيديو على القناه بتاعتنا. واحب الاول اعرفكم بالمحتوى بتاعي اللي هو ايه. ناس كتير مننا بتبقى مثلا داخله السوبر ماركت، بتجيب طبعا الحاجات اللي هي عارفاها، المنتجات اللي انت عارفها فانت بتجيبها. بس طبعا بتلاقي معاك منتجات تانية انت مش عارفها. طيب هل المنتجات دي جربتها قبل كده؟ حلوه مش حلوه؟ فاحنا المحتوى بتاعنا هنا ان انا هجيب لك المنتجات دي اللي انت بتشوفها بس مش عارفها وما جربتهاش، وهنجربها مع بعض وهقول لك اذا كانت هي تمام ولا اي كلام. ويلا بينا نبدا بسرعه. معانا النهارده باول منتج الا وهو اسمه المنتج ده اسمه دوبيلا كوكونات ميلك درينك، مشروب لبن جوز الهند اهو. تمام. المنتج ده سعره 60 جنيه. الراجل بعد الخصم عمل دول 50 جنيه بصراحه. فانا مش عارف يعني هو السعر ده حقيقي ولا الراجل بيستعبط عليا ولا ايه. بس هل احنا المفروض نرجه الاول؟ تمام. هو اولا هو مش مسكر خالص. آه، جوز الهند فيه ضعيفه جدا، يعني يمكن اجرب تاني. يعني هو بالنسبه لل 60 جنيه او 50 جنيه لا، يعني حاسه صوبيا. تمام، هو صوبيا بالظبط. يعني ضعيف جدا، يعني عامل زي الميه، مش تقيل. انا كنت متوقع ان القوام بتاعه هيبقى تقيل يعني. تمام. لا مش مسكر خالص اصلا. فده انا مش عارف اديله كام بصراحه. يعني ده 50%. بس طبعا المنتج التاني الا وهو حاجه اسمها فريجو باسل سيد كوكتيل، او انا فهمت منها كوكتيل. تمام. بصوا المشروب ده شكله غريب شويه، يعني مش عارف شايفينه ولا لا. في حاجات زي بذر كده، او لونه ازرق. تمام. في حاجات زي بذر كده ايه، بتلعب جوه كده، يعني مش عارف ايه ده. فيعني احنا هنجرب ونشوف مع بعض بقى. ده من شركه اسمها مترا. تمام. وهو مصري، مصنوع في مصر، بس انا اول مره اشوفه في الحقيقه يعني. فهنجرب مع بعض. واضح ان التغليف بتاعه تمام يعني. للمعلومه برضو انا دي جبتها ب 30 جنيه. يعني يا ريت الاسعار دي الناس تقول لي في الكومنتات، مش عارف هي صح ولا لا، ولا انا ضحك عليا ولا ايه. تمام. دي جبتها ب 30 جنيه. فهنشوف بقى وندوق طعم البذر ده. امم بص، هو انا عشان ما بحبش الكوكتيل، تمام، فبالنسبه لي طعم الكوكتيل يعني مش احسن حاجه. بس هو طعم البذر ده تحس ان في حاجه جيلاتين كده في بقك يعني. شفت البتاع اللي كنا بنجيبه نحطه في الميه وهو يبقى صغير وبعد كده يكبر؟ ده هو تحس ان انت بتاكل البتاع ده بالظبط. بس يعني هو حلو في التقديم. تمام. لو انت عايز تجيبه لحد كشكل حلو. طعم طبعا للناس اللي بتحب الكوكتيل طعمه حلو جدا. فكره الجيلاتين دي فكره جديده، انا كنت اول مره اشوفها في المنتج ده بصراحه. وفكره اللون الازرق دوت برضو يعني لذيذه جدا يعني. فدوت يعني اديله 9 من 10 بصراحه، لاني ما بحبش الكوكتيل. نيجي بقى للمنتج الثالث. تمام. واللي هو نفس المنتج اللي فات بس ده بالبطيخ. حبيت اشوف برضو يعني فكره البطيخ في العصير هتبقى عامله ازاي بقى اصلا يعني. فبرضو هو نفس المنتج اللي هو فريجو ووتر ميلون زائد ميلك. يعني ده بطيخ باللبن. هو انا مش شايف فين اللبن الحقيقه، بس هو بطيخ باللبن اهو شايفين. تمام. برضو في نفس بتاع البذر الجيلاتين اللي جوه ده، بس طبعا لونه احمر. فاحنا هنفتح وندوق. هو بصراحه شكلها يعني مغري اصلا، يعني انت تشوف شكلها اصلا في السوبر ماركت تحس ان انت عايز تجيبها. تقريبا مش عايزه تتفتح، هي رافضه تتفتح.
لا احنا يعني افتحها لكم وارجع لكم تاني بقى عشان شكل الموضوع مطول شويه. فتحناها بعد طبعا معاناه، بعد خناقه كبيره مع الازازه. تمام. فيلا بينا ندوق. انا مش عارف بصراحه، اول مره ادوق عصير بطيخ بالشكل ده بصراحه. طعمه وحش جدا، وحش جدا. مش عارف يعني، طعمه وحش 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 بجد، وحش قوي يعني هو خساره فيه 30 جنيه حقيقي يعني. انت ال 30 جنيه كنت كملت عليها 30 جنيه تانية وكنت جبت لك بطيخه يعني بجد. لا ما البطيخ يعني انا جايب اصلا البطيخ مخصوص، قلت عشان اجرب البطيخ يعني حاجه جديده في العصير وبتاع لا ما حدش يجرب الحاجات اللي ما حدش يعرفها يعني. كوكتيل احنا عارفينه، البطيخ مش عارفينه، ما تجيبش الكوكتيل. طعمه وحش جدا، وحش وحش يعني. حتى طعم الجيلاتين فيه اللي هو بالبذر دوت مش لذيذ زي التاني بتاع الكوكتيل ده يعني. ده اديله حتى مش 5، ده اديله 0. نيجي بقى للمنتج الرابع. ده بصراحه اللي كان يعني غريب جدا بالنسبه لي بقى. بسكويت تمام، اسمه بنانا بنانا كريمه بسكويتس. تمام. هو بسكويت يبان لك ان هو عادي من بره. تمام. هو زي ما انتم شايفين بسكويت عادي، انت لو شفته في سوبر ماركت اصلا مش هتديله ايه 5 6 جنيه. تمام. البسكويت ده بقى ايه مكتوب عليه مستورد شركه يعني، المهم ان هو مش مصري من الاخر يعني. تمام. شركه دريم ان. البسكويت هو تقريبا صيني عشان هو مكتوب عليه بالصيني من ورا. تمام. المهم ان البسكويت ده بكام بقى؟ ب 16 جنيه 75 قرش. ف مش عارف على نون يعني، انا جايبه من نون ب 16 جنيه 75 قرش. فانا جبته عشان اشوف ايه المميز يعني. انت لو حاطط لي في كل بسكويتايه تمام بين كل بسكويتايه والثانيه مزايا، مش هيبقى ب 16 جنيه 75 قرش كده، لانه في الاول وفي الاخر بسكويت يعني. بس احنا يعني مش هنحكم غير لما ندوق. تمام. فيلا ندوق كده. يعني حتى البتاعه بتاعت البطيخ دي عورتني، ف يعني حتى فتحتها كانت مقرفه وطعمه هو كان مقرف برضه، مش عارف ما استفدتش منها باي حاجه. فادي بصوا منظر البسكويت. في ادي هنا 2 4 6 8 10، في 10 بسكويتات. تمام. وادي البسكويتايه الواحده اهي. يعني بص هو طعمه مش يعني تحس ملوش طعم. عارف انت بص طعم البليله بالظبط. انا مش عارف طعم الموز هنا عامل زي طعم البليله ليه. فين طعم الموز بقى؟ لا هو انا مش لاقي فعلا طعم الموز يعني. ده ليه ب 17 جنيه الا ربع بقى مش عارف. يعني طعم الموز انا مش لاقيه فيه اساسا يعني. حتى بص انتوا، بص البسكويتيه من جوه يعني هي دي كده، دي كده حته الموز المفروض اللي هم حاطينها يعني. هو ال 10 قطع بتوع البسكويت اصلا ما ياخدوش ربع موزايه في الحته اللي هم حاطينها دي. هو تقريبا مش موز يعني، دي كريمه ولا هم ضاحكين علينا قال لنا موز ولا ايه؟ فانا مش عارف صراحه. يعني تجربه الموز دي طلعت فاشله. بس بصراحه انا اللي خلاني جبته عشان خاطر سعره يعني. سعره علبه بسكويت ازاز يعني، بسكويت كيس بسكويت ب 17 جنيه الا ربع. فعايز اشوف ايه الاختراع اللي فيه يعني. الحقيقه ان هو طلع نصبايا، مفيش اختراع خالص. فبس كده خلصنا الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبتكم المنتجات اللي احنا جبناها وعايزين نعمل منتجات تانية، تقدر ان انت تحط اسم المنتج او صورته في الكومنت، وانا اوعدك ان انا هكون بجيبه وهقول لك اذا كان هو تمام ولا اي كلام. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.